السلام عليكم. بغيت نشارك معكم طريقتي في الطاجين كما كتشوفوا معايا التلبينه والبنه. غنشارك معكم طريقتي للطاجين بسيط يومي. بسم الله. عندي هنايا البصله. اول نصيحه هي البصله كنديروها بزايد في الطاجين، كنقطعها هي شرائح ولا عشوائيه ولا شي حاجه هكا وكنفرشها في الطاجين. اللي كتب الله كنضيف يا اما اللحم ولا الدجاج، ضروري رشها بالابزار والملحه. الخضره على داكشي اللي متوفر ولا داكشي اللي مرغوب فيه. بالنسبه للتوابل كنحك واحد شويه ديال الزعتر بين يديا، المعدنوس، الثومه، عويد القرفه ضروري، الملحه، ابزار، خرقوم وسكنجبير والزيت. انا كنطيب زيت الزيتون وزيت العود. كنفرش مطيشه حتى هي فوق داك البصيله باش كتعطيني التلبينه، وكنبقى كندير في الخضيره ديالي. انا الطاجين ديالي كيتكون بصله، مطيشه، بطاطا، خيزو، قرعه والفلفله. كنستف الخضيره ديالي. بغيتو تقطعوا الخضره دوائر قطعوها، بغيتو المهم الشكل اللي كترغبوا فيه. صافي كنوقف خيزو هو الاول حيت خيزو شويه كيشد لينا الطياب، وعاد كنبقى كندور به الخضيره ديالي. كنزينو على شهوتي، او كنزل عليه داك الزويته مع داك العطريه اللي بقات لي في الطبيصيل ولا في الاناء ديالي على نار مهيله. كندير الطاجين ديالي كيطيب على نار مهيله، كنصبو بكري وكنخليه كيطيب، ما كنديرلوش حتى قطره ديال الماء. هنايا نصيحه اخرى ولا سر من اسرار باش يجينا الطاجين بنين، درت واحد 2 معالق ديال داك الماء اللي كيكون ملبن ديال الحامض المصير. كنظن عرفتوه. كنهضر بالنسبه للحامض المصير اللي كيتصايب في الدار، ماشي اللي كيتاخد اللي كناخذوه من على برا. الحله الاولى للطاجين ديالي كما كتشوفوا طلق ليا المريقه ولكن مازال ما تلبنش، مع العلم انني ما درت له حتى قطره ديال الماء ولو قطره ما فيهش. هذه الحله الثانيه. هنا غادي نكتفي بالطياب ديالو، غادي نرش عليه شويه ولا حبيبات ديال الزيتون حامض ديال الدار حتى هو بلدي. وهاد الطويجين ديالي واجد بالصحه والراحه. كنتمنى الفيديو يرقكم ونال اعجابكم، وما تنساونيش من تشجيعاتكم. في امان الله.